الزيادة في فلوس الدراري. مشروع قانون المالية لسنة 2026 الحكومة صرحت أنها ناوية ترفع قيمة الإعانة الشهرية للأطفال بمبالغ كتراوح بين 50 و 100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة، لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأولين ديال الأسرة. هذا القرار جاء ضمن البلاغ الصادر على المجلس الوزاري المغربي اللي ترأسه جلالة محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، والهدف منه هو دعم ما يقارب 4 مليون ديال الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية للمغرب. شحال كانت الإعانة للأطفال وشحال ولات في 2026؟ شكون المستفيدين من هذا التغيير هذا وشنو هما التفاصيل حسب الفئة ديال كل شخص، سواء كانوا متمدرسين ولا أطفال في وضعية إعاقة ولا اليتامى، وشنو هو اللي إيجابي على الأسر والدراري ديالهم. في هذا الفيديو غادي نعطيكم أمثلة واقعية باش تقرب الصورة وكيفاش تستافدوا من الإعانة الجديدة وشنو هما خطوات التسجيل، التحديات اللي باقي خاص الحكومة تحلها باش الدعم يوصل لكل محتاج. في هذا الفيديو غادي نعطيكم رسالة تشجيعية للآباء والأمهات باش يستغلوا الدعم بشكل ذكي، وكيف ما العادة ما تنساوش لايك واشتراك في القناة. في هذا الفيديو غادي نشرحوا كلشي بالتفصيل، شحال كانوا الإعانات في 2025 وشحال غادي يوليو 2026 للأطفال اللي مازال كيقراو وما وصلوش لسن السادس. بالنسبه للاطفال اللي كيقراو ومازال ما وصلوش لسن السادسه، من 200 حتى 300 درهم لغير اليتامى، ومن 350 درهم ل 400 درهم. بالنسبه اللي غير اليتامى تزادت 100 درهم و50 درهم بالنسبه لليتامى من جهه الاب. بالنسبه للاطفال في وضعيه اعاقه، من 300 أصبحت 400 درهم لغير اليتامى، وما 450 درهم حتى 500 درهم، تزادت 50 درهم لليتامى. الأطفال اللي ما كيقراوش من 150 ولات 200 درهم، يعني كل طفل من الأطفال الثلاثة الأولين داخل كل أسرة مستفيدة زاد ليه ما بين 50 وما بين 100 درهم شهريا، وهذا هو فرق كبير بالنسبة للأسر اللي دخلها محدود، خصوصا اللي ساكنين في القرى والمناطق اللي بعيدة على المدن الكبيرة. تقريبا 4 الملايين ديال الأسر المغربية اللي غادي تستافد، وهذه الأسر كتشمل العائلات اللي عندها دخل محدود سواء في المدينة ولا في القرية، وحتى الأطفال اللي تاموا سواء من جهة الأب أو الأم، والأطفال اللي عندهم إعاقة سواء عقلية ولا إعاقة جسدية، وكذلك الأطفال اللي كيعيشوا في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحال الملاجئ أو دور الأطفال المهملين. يعني الهدف من هذه الزيادة هو دعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللي محتاجين، وبالأخص الفئات الهشة. وشنو هو اللي إيجابي في هذا الشيء؟ أول حاجة هو تحسين القدرة الشرائية. تخيلوا معايا الأسرة اللي عندها 3 الأطفال صغار قبل 2026 كانت الإعانة ديالهم التوتال ديالهم هو 600 درهم شهريا، يعني المجموع هو 600 درهم شهريا. دابا مع الزيادة المجموع ولا 900 درهم، يعني كاينه زيادة ديال 300 درهم اللي غتخلي الأسرة تقدر تشري الماكلة الحليب والحوايج وحتى بعض اللوازم المدرسية بلا ضغط على الميزانية. وثاني حاجة دعم الفئات الهشة، الأطفال اليتامى والأطفال اللي في وضعية إعاقة والأطفال المقيمين في المؤسسات غادي يكون عندهم دعم مباشر. وهذا الشيء راه ماشي غير في الوراق، ولكن كيعطيهم إحساس بالاهتمام والحماية وكيخليهم يحسوا أنهم جزء من المجتمع. ثالث حاجة غيوسعوا في قاعدة المستفيدين. هذه الزيادة ماشي غير المدن الكبيرة ولكن حتى للقرى والمناطق اللي بعيدين على المرافق والخدمات. الهدف هو أن كل طفل محتاج يتلقى الدعم اللي كيستحقه، وهذه الزيادة راه جزء من ورش كبير اللي الهدف ديالو يقلل الفقر ويدعموا الأسر بشكل مستمر، ماشي مجرد حل مؤقت. وكمثال عندنا عائلة عندها 3 الأطفال صغار، قبل كانت الإعانة 200 درهم لكل طفل اللي هو المجموع ديالها 600 درهم، دابا ولات 300 درهم لكل طفل والمجموع هو 900 درهم. وهاد 300 درهم كزيادة شهرية كافية باش الأسرة تلبي بها حاجات اللي هي أساسية وحتى شوية ديال الفرحة للدراري بحال لعبة صغيرة أو كتب المدرسة. كاين مثال ثاني ديال طفل في وضعية إعاقة
قبل كانت الاعانه ديالو 300 درهم، دابا ولات 400 درهم، يعني 100 درهم اضافيه كيمكن الاهل يشريو بها وسائل مساعده للتعلم او علاج بسيط، والطفل كيحس بالامان والدعم. كاين مثال ثالث اللي هو واحد الطفله يتيمه من جهه الاب، كانت الاعانه ديالها 350 درهم، دابا ولات 400 درهم. هاد الزياده الصغيره كتفرق بزاف عند الاسر اللي كتعيش على واحد الدخل اللي هو محدود. وباش تستافد خاصك تسجل في السجل الاجتماعي الموحد. هذا السجل هو قاعده بيانات كتحدد شكون كيستحق الدعم. باش الدعم يوصل لكل محتاج، التسجيل راه غالبا كيكون عند السلطات المحليه ولا المراكز الاجتماعيه، وما كيحتاجش ورق كتير. كنصيحه من عندي، استغلوا الاعانه بشكل ذكي وشريوا بها الحاجيات اللي هما اساسيين للدراري قبل ما تصرفوا على اي حاجه غير ضروريه. سجلوا الاطفال اللي كيستحقوا الدعم في السجل الاجتماعي الموحد، وتابعوا اخبار الحكومه بخصوص اي تغييرات جديده في البرنامج. وهذه الزياده في الاعانات ديال الاطفال من 2025 لبدايه 2026 غادي تحسن الحياه اليوميه للاسر بشكل تدريجي، غتدعم الأطفال في كل الحالات وتساهم في استكمال الحماية الاجتماعية في المغرب. الهدف ديالها ماشي غير رقمي، ولكن فعلا باش الطفل يحس بالأمان وبالأمان في حياته، والأسرة تقدر تضمن ليه واحد الحد أدنى من المعيشة اليومية. هذا الشيء كامل راه الحكومة صرحات به وناوية ترفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال بمبالغ كتراوح ما بين 50 و 100 درهم لكل طفل، ولكن مازال ما تطبقش بالكامل. من المرتقب ان بدايه 2026 غادي تطبق بشكل تدريجي. الفيديو ديال اليوم هنا سالا، ما تنساوش لايك واشتراك في القناه باش تعم الفائده، والسلام عليكم.